حلقة جديدة ومودرن نيوز، تغطية إخبارية رياضية جديدة متنوعة بكل تأكيد. منتخب مصر مش لاقي حتة يلعب فيها، والنادي الأهلي في صلح ما بينه وما بين المجلس القومي للرياضة. دي عناوين أخبار سريعة جدا، لكن عندنا أخبار في منتهى الأهمية. خلوني الأول بس أرحب بزميلنا العزيز والضيف الجديد على أسرة مودرن نيوز، أحمد الكاس. أحمد منورنا. نورك يا ابراهيم، بالتاكيد بشكرك على المقدمه الجميله دي، واتمنى ان انا اكون اضافه جيده للبرنامج اللي بالتاكيد الناس بدات تهتم بيه بشكل كبير جدا وبتتابع الاخبار وكل المواضيع بتعرفها من خلال مودرن نيوز. فبالتالي اتمنى ان تكون وجبتنا وجبه خفيفه على المشاهد في مصر وفي الوطن العربي في كل مكان بيتابعنا. خفيفه بس دسمه، يبقى فيها اخبار كتير. بالتاكيد الاخبار الدسمه هي عنوان مودرن نيوز، وكمان حابب اقول لهم خليكم معانا في كتير من الاخبار والاسرار عن الانديه المصريه والعربيه والدوليه، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. هنروح فين انا وانا اجي منين انا، ولا انا اعمل ايه انا بالظبط؟ ده حل لسان منتخبنا الوطني. الحقيقه كلاكيت تاني مره المغرب بتعتذر عن استضافه منتخبنا الوطني، المنتخب المصري الاول. على فكره بكلمكم عن المنتخب اللي قدام حضراتكم ده، بطل افريقيا 3 مرات ومحقق انجازات غير طبيعيه. يعني منتخب مصر كبير، مش الكره الشاطئيه ولا الكره النسائيه، الكره الرجالي اللي انا بكلم حضراتكم عنه ده مش لاقي مكان يلعب فيه. المغرب اعتذرت للمره الثانيه عن استضافه منتخب مصر، والثلاث مباريات الوديه اللي المفروض كان يلعبهم ما بقاش فيه 3 مباريات وديه، ومش لاقيين مكان لحد دلوقتي يلعبوا فيه. ده خطاب وصل من المغرب بيعتذر فيه لنظيره الاتحاد المصري لكره القدم، ووصل لكابتن عزمي مجاهد، وكابتن عزمي مجاهد هو كمان بيقول مش عارفين هنتصرف ازاي في الفتره اللي جايه. ممكن يكون الحل عندي يا ابراهيم، لان خبرنا بيقول اخيرا وليس اخرا السودان توافق على استضافه معسكر منتخب مصر. يمكن من المنتظر ان تغادر بعثه المنتخب للسودان خلال ساعات لخوض 3 مباريات وديه يا ابراهيم مع الكاميرون وتوجو والسنغال، وكل ده استعدادا طبعا لتصفيات كاس العالم 2014 بعد ما اعتذر المغرب، عشان نعرف المحطه اللي جايه والاستعدادات شكلها ايه لمنتخب مصر الاول. قلنا من الاول، قلنا خليكم في السودان بتوعنا وحبايبنا والجو تمام يعني هناك يعني. قالوا ماشي. طيب كابتن زكي عبد الفتاح بيقول اتمنى مساواه المنتخب بالاهلي والزمالك، ومش هنعيط ومش هنقعد نعيط ونقعد في البيت. والله كلام منطقي جدا الحقيقه. كابتن زكي عبد الفتاح كل اللي طالبه من الجهات المسؤوله، الساده المسؤولين في مصر، كل اللي الراجل طالبه منهم ان هم بس يعني ينظروا بعين الاعتبار، يعتبروا مثلا منتخب، مثلا انا ما بقولش يعتبروه بالظبط يعني، لا انا بقول يعتبروه مثلا يعني انه زي مثلا انبي، زي نادي الزمالك، زي النادي الاهلي، يقدر يلعب مباريات هنا بدون جمهور. فاذا اعتبروه كده منتخب مصر ممكن يمشي كويس. وعلى فكره منتخب مصر ده المفروض ان احنا عايزين نوصل كاس عالم، حلم يعني ناس كتيره جدا نفسها في ده. ومش معنى ان في ثوره ومش معنى ان الدنيا كلها ماشيه في اتجاه السياسه ان احنا ندوس على الرياضه برجلينا وننسى القصه وننسى الامور ماشيه ازاي. فالراجل بيقول احنا مش هنقعد في البيت ونعيط، احنا هنحاول قدر المستطاع ان احنا ننفذ البرنامج بتاعنا حتى ولو ده كلفنا ان احنا نتعب ونشقى اكتر من كده بكتير. هو ده الفكر الحقيقه اللي احنا محتاجينه من الكابتن زكي ومن باب برادلي المدير الفني لمنتخبنا الوطني، لكن برضه محتاجين فكر من الساده المسؤولين، يعني نظره شويه لمنتخب مصر. انا كمان عاجبني الخبر اللي جاي واللي بيقول ان عماد البنان رئيس المجلس القومي للرياضه بيقول ان ما فيش اي حاجه بتعكر الجو بينه وبين النادي الاهلي. يمكن كان في كلام كتير عن هجوم بين عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضه على النادي الاهلي، ويمكن حضراتكم عارفين ومتابعين كتير من اللوائح اللي بيعملها المجلس القومي للرياضه، وممكن تتعارض مع النادي الاهلي ويعقد النادي الاهلي جمعيته العموميه، ولكن كل ده ممكن ما يكونش يتوافق. لكن كل مؤسسه او كل جهه يعني بتحط الاسس والقواعد اللي شايفاها بتخدم صالح مصر وصالح بلدنا. لكن النادي الاهلي طبعا له حق ان هو يعمل كتير من اللوائح الداخليه، لكن ما يعطل الجو العام للانديه المصريه، واللي ده اللي بيحطه او بيضع اسسه المجلس القومي للرياضه. ده اللي احنا بالتاكيد بنقول ان احنا عايزين دايما كل الانديه المصريه تمشي تحت مظله واحده، ويكون في جهات اعلى بنمشي من خلفها وبنسمع كلامها، وكل ده بعد كده في النهايه بيعود لصالح الكره المصريه والرياضه بشكل عام، وده اللي بننشده في الفتره الجايه. بيقولوا ان حصل انتهاء للخلافات بين المجلس القومي للرياضه وما بين النادي الاهلي برعايه الكابتن محمود الخطيب. هم بيقولوا ان القعده كانت موجوده النهارده، وكان الكلام ده يوم الخميس اللي احنا بنتكلم فيه الصبح. كان موجود الكابتن محمود الخطيب، كان موجود المهندس هشام سعيد، وكان المجلس القومي للرياضه كان بيشرح
بيشرح لهم ازاي في النادي الاهلي ان هم رفضوا موضوع ارض الشيخ زايد. يعني كانوا بيشرحوا لهم احنا ازاي رفضنا الموضوع والقصه والحدوته. هي الفكره باختصار شديد انه ما زال هناك نزاع، ما زال هناك كلام، ما زال هناك حديث، واعتقد انه القضيه حسمت خلاص لصالح المجلس القومي للرياضه بشكل او باخر. ده فيما يتعلق في بند ال8 سنوات، ده هيسيب شويه مشاكل شويه، حتى لو ما كانش المسؤول عن الموضوع ده الدكتور عماد البناني، ولكنه في النهايه القصه انتهت والحدوته انتهت. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين طار لاسبانيا، ويمكن في مؤتمر صحفي الاهلي هيعقده النهارده في اسبانيا. حضراتكم عارفين ان بكره في لقاء هام مع نادي اسبانيول، وبعثه النادي الاهلي تم استقبالها على استقبال على اعلى مستوى برئاسه طبعا كابتن حسن حمدي، ويمكن الاستاذ خالد مرتجي وكثير من اعضاء البعثه اللي هو المسؤول عن النادي الاهلي. في غدا المباراه طبعا زي ما انتم عارفين هتكون الساعه 8، وهيسبقها حفل تكريم لاعضاء بعثه النادي الاهلي الساعه 5. ويمكن في دعوه جميله كده من التلفزيون الاسباني هيتم استقبال الكابتن حسن حمدي في دعوه للحديث عن النادي الاهلي وانجازاته وتاريخ النادي الاهلي بحفاوه بالغه حاره زي الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي كده. هوت رئيس برشلونه بيستقبل حمدي ومرتجي. استقبل ساندرو روسل ده رئيس نادي برشلونه، استقبل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي وخالد مرتجي، وقعد معاهم واتكلموا عن مستقبل الكره المصريه، واتكلموا عن احداث مصر، واتكلموا عن النادي الاهلي وعن برشلونه، وعن امكانيه انه يكون في زياره من برشلونه للنادي الاهلي او العكس، يبقى في ترتيب للموضوع ده. حضراتكم عارفين النادي الاهلي التقى ببرشلونه مرتين او اكتر تقريبا، وان الامور ماشيه، بتكلم على العهد الجديد بكل تاكيد، والامور ماشيه بشكل كويس ما بين الناديين. القصه كمان تطرقت لتبادل التذكارات، الاعلام التذكاريه والدروع للناديين، واتمنوا يكون في تواصل ما بين الناديين. نتمنى احنا كمان. يمكن يا ابراهيم كتير من المشاهدين او كتير من الناس اللي بتتابع منتخباتنا وانديتنا وكل الانديه شايفين ان يمكن المباريات واجواء كتيره جدا من الكواليس والتدريبات والاحتكاكات والحاجات الكتيره جدا اللي بنتكلم عنها الكل بيسال عنها والكل بيهتم بيها، لكن اللاعب في اي معسكر اكيد بيهمه حاجه مهمه جدا، وده اللي عملها ووافق عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وهي جوله حره للاعبي النادي الاهلي في برشلونه. بالتاكيد الاسواق والمشتريات والحاجات الجميله اللي برشلونه هيستمتع بيها لاعبي النادي الاهلي من خلال الجوله الحره اللي هتكون الساعه 8 مساء، ووافق عليها بالتاكيد كابتن سيد عبد الحفيظ. نتمنى اللاعبين في النادي الاهلي يعني يتجولوا براحتهم، لكن يخففوا الشراء شويه لان عندنا ازمات كتيره في مصر. هم يشتروا براحتهم واحنا يبقى عندنا ازمات، ما هي مالهاش علاقه، هم بيصرفوا في برشلونه عم بالكاس. الفكره باختصار ان هم دايما متمتعين، يعني بيحاولوا قدر المستطاع ان يبقى في نوع من انواع الترفيه. انتوا عارفين زي ما احمد بالظبط كده بيتكلم ان اللعيبه بيبقى اهتمامها شويه منصب على الموضوع ده. عايز اقول لحضرتك كمان نقطه مهمه جدا، انه الاجواء بره انت تحب ان انت تزور وتشوف وتتفرج وتعرف الثقافه هناك وايه اللي موجود هنا وايه اللي موجود هنا. ده بقى مختلف كتير جدا عن ما انت تبقى موجود في مصر في القاهره، مش بيحصل لك ده كتير. عاشور بمناسبه المباراه اللي احنا بنتكلم عنها، حسام عاشور بيغيب عن مباراه اسبانيول بسبب الضمه. تاكد بشكل نهائي غياب حسام عاشور عن مباراه اسبانيول اللي هتتلعب غدا الجمعه، ده بعد طبعا شعوره باجهاد في العضله الضمه. ما شاركش في المران واكتفى بالمشاهده من مقاعد البدلاء. بتبقى حاجه صعبه قوي بقى لما يبقى اللعيب شايف ماتش مهم وماتش كبير قدام فرقه زي اسبانيول، واحد يحلم انه يلعب بكل تاكيد قدام اي فرقه في اسبانيا، ويبقى غايب عن المباراه ده، خاصه لما يكون عنصر اساسي. اكيد طبعا حسام عاشور من اللاعبين المتميزين وبيبذل مجهود كبير جدا مع النادي الاهلي في منذ فترات طويله جدا، ويمكن العدوى انتقلت بقى لاسبانيول والاضراء، يعني يمكن الغيابات بتضرب اسبانيول قبل مواجهه الاهلي. كتير من اللاعبين اشمعنى هم يعني يعني اشمعنى هم كمان هم يعني اثرت عليهم بشكل كبير جدا اكتر من لاعب، ويمكن ابرزهم راؤول رودر جيز والمهاجم سيرجيو. كمان القائمه بتضم 11 لاعب من اللاعبين الاساسيين في الفريق الاول، وطبعا هيتم استكمال القائمه باكثر من لاعب من اللاعبين الصاعدين، لان المباراه بالتاكيد زي ما هي بتهمنا بشكل كبير بتهم الفريق البرشلوني بشكل اكبر، واكيد هيكون في اهتمام وهيكون في جماهير كثيره جدا هتحضر اللقاء. هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنقول لكم بقيه اخبارنا، هنقول لكم نادي الزمالك ايه اللي بيحصل فيه، في ناس كتير مهتمه بالموضوع ده. شيبسي جامبو الكبير
بسلامة الله وصلت بعثة الزمالك بعد ساعات من الرعب عاشتها في الجو، وكان في مطبات هوائية وكان في أزمات. ده اللي حصل وهم جايين من السعودية وهم راجعين من السعودية، مطبات هوائية والطيارة قعدت تتمايل يمينا ويسارا وعمل مشكلة كبيرة جدا جدا، واللعيبة كانت قلقانة من الموضوع ده، لكنهم الحمد لله رجعوا سالمين غانمين وبقوا موجودين. وزي ما بقول لحضراتكم هم كانوا بيلعبوا مباراة بكل تأكيد مباراة ودية في النهضة، فيها أحداث حقيقة تضايق شوية، بس ماشي ما علينا، المباراة انتهت بفوز نادي الزمالك. والزمالك بيستقر على معسكر الكويت استعدادا للموسم الجديد. استقر كابتن حسن شحاتة المدير الفني للزمالك على إقامة معسكر الفريق بالكويت بداية من يوم 25 يونيو المقبل، على أن يطير من هناك إلى غانا في الأول من يوليو استعدادا لمواجهة فريق تشيلسي الغاني في أولى مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها زي ما حضراتكم عارفين أيام 6 و7 و8 يوليو القادم. وطبعا نادي الزمالك هيحصل على مبلغ مالي متميز ومبلغ مالي كويس جدا، 110,000 دولار بالتاكيد هياخدهم على 3 مراحل، وده يمكن هيعمل انتعاشه لفريق نادي الزمالك في معسكره، هيصرف وهيقدر يعمل كل اللي هو عايزه. كمان هيتبقى مبلغ مالي هيضاف في خزينه نادي الزمالك. كمان نادي الزمالك في الكويت هيلعب يومي 27 و29 مباراتين امام القادسيه والنصر، كمان هيتحمل منظم المعسكر اقامه حفلتي عشاء كبيرتين للبعثه بالهنا والشفا. اتحاد الكرة بيحرم نادي الزمالك من قيد لاعبين جدد، قال لهم ادفعوا اللي عليكم للاعبين القدام واحنا نمشي لكم الموضوع. ايه القصه؟ في مستحقات متاخره للعيبه وشاكين نادي الزمالك، ايمن عبد العزيز، محمد عبد المنصف، شريف اشرف، سيد مسعد، كل دول لعيبه ليهم فلوس عند نادي الزمالك. قال لهم ما فيش عبد الله سيسي ولا في الياس ولا في اي لعيب انتوا بتفكروا ان انتوا حتى كمان ان انتوا تقيدوه هيتم قيده الا لما تدفعوا الفلوس دي. نادي الزمالك كان قال لهم قبل كده اخصموا ده من فلوس البث الفضائي، فقالوا لهم لا انتوا فلوسكم خلصت، ففي ازمه، ففي مشكله، ففي حدوته. كان الكابتن عزمي مجاهد قبل كده قال من كتر المشاكل ومن كتر اللعيبه اللي بتشتكي انديتها تقريبا كل الناس مش هتلعب الدوري السنه الجايه لانه مش هيبقى في قيد مفتوح للانديه. نتمنى ان يبقى في تفاهمات في الموضوع، لانه زي ما حضراتكم عارفين انه كل الانديه بتشتكي من قله الفلوس. إدارة النادي الإسماعيلي بتنفي الاجتماع مع أحمد علي لبحث العروض المقدمة للاعب. اجتمعت يمكن نفت إدارة النادي الإسماعيلي أنها تكون قد عقدت أي جلسات مع اللاعب أحمد علي مهاجم الفريق مؤخرا لمناقشة أي عروض قد تلقاها اللاعب، وده ما حصلش. يمكن الإدارة طلعت ونفت الكلام اللي تردد في بعض المواقع أن أحمد علي جات له بعض العروض والإدارة قعدت معاه لبحث العروض دي، والكلام ده على لسان إدارة او المسؤولين في اداره النادي الاسماعيلي بينفوا تماما ان هم يكونوا قعدوا في اي قعده، ولكنهم عندهم استعداد في الفتره اللي جايه ان هم يقعدوا مع احمد علي ويبحثوا مشاكله ويوجدوا حلول لها، وده اللي يمكن بنتمناه ان يكون في استقرار في النادي الاسماعيلي في الموسم القادم. نتمنى باذن الله يبقى في استقرار. الاسماعيلي بيقرر السماح لحسني عبد ربه بتحديد مصيره. طب والله ده شيء هايل، ده شيء عظيم الحقيقه. ما هو لازم اي لعيب يحدد مصيره، هو مين اللي هيحدد مصير اي لعيب في الدنيا؟ ما هو كل لعيب هو اللي بيحدد مصيره وهو اللي بيختار، وده اسم كبير. احنا بنتكلم عن حسني عبد ربه وماشي بشكل متالق جدا مع اتحاد جده السعودي، والناس فرحانه بيه جدا هناك، ونتمنى انه يكمل مسيرته لانه بيظهر بشكل كويس، ودي فايده ليه هو كمان وفايده لينا هنا في منتخب مصر، وده شيء مهم جدا لما يبقى في عنصر مهم. منتخب مصر مش اهلي وزمالك، برضه في انديه مهمه جدا خدوا بالكم زي حسني عبد ربه. فنادي الاسماعيلي قال له حدد وجهتك، شوف انت عايز تعمل ايه، عايز تكمل في اي نادي من الانديه شوف، وانت جاي لك عرض من نادي الوحده السعودي. نتمنى باذن الله والنادي الوحده الاماراتي، نتمنى باذن الله بس الامور دي تتم بشكل كويس والراجل يشوف ويعرف هو هيعمل ايه. سموحه بيسبق نادي الزمالك ويحصل على توقيع من الياسو. يمكن في بدايه هذا الموسم او قبل ما نبدا ونخش في تفاصيل التعاقدات، نادي سموحه يمكن بيسبق الكل وبيعقد العديد من التعاقدات اللي زي ما بيقولوا من العيار الثقيل. ويمكن الدكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه عقد جلسه مع الياسو، والجلسه دي حسمت من خلال نادي سموحه بتوقيع اللاعب وانضمامه لصفوف نادي سموحه. يمكن نادي الزمالك كان حابب ان هو يتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، لكن اداره سموحه وافقت على الاعاره ومنحت اللاعب القيمه الماليه المتفق عليها، وهيتم كمان مخاطبه مسؤولي النادي المصري للحصول على الاستغناء الخاص بالياسو. نتمنى التوفيق لنادي سموحه، خاصه ان تعاقداته بدأنا نسمع عنها بشكل كبير جدا وشكل متميز، لكن نتمنى بقى في الملعب نشوف حاجات اجمل في الموسم القادم. المحله بينتظر رديف انديه الدوري الممتاز. في نادي المحله فتوح الصاوي المشرف على فريق الكره الاول بنادي المحله قال للناس احنا مش هنتعاقد مع اي لعيب كان بيلعب عندنا قبل كده ومشي او جه النادي ومشي، مش هيحصل ده. كل اللي هيحصل ان احنا مستنيين كده بنفس اللفظ كده بنفس اللفظ
مستنيين بواقي اللعيبه، بواقي الانديه، النادي الانديه تشوف هي مش عايزه مين فيطلع لنا بواقي، فاحنا نقوم واخدين البواقي ومحددين سقف 500,000 جنيه لكل لاعب. تفكر حد بيفكر بهذه العقليه؟ تفتكروا نادي المحله هيبقى له تواجد مستمر في الدوري الممتاز؟ مجرد سؤال. يمكن كمان مش نادي المحله فقط، كل الانديه بدات تبحث بشكل كبير جدا، خاصه منذ اندلاع ثوره 25 يناير. كل الانديه بدات تغير بقى من فكرها وبدات تخفض تعاقدات اللاعبين بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي عمله نادي المقاولين العرب اللي قرر تخفيض مستحقات اللاعبين. لكن اعتقد ان نادي المقاولين العرب من الانديه اللي يمكن وفق مع لاعيبته المستحقات الماليه على اساس بياخدوها على نسب مختلفه، ويمكن في مستحقات لاخر شهرين اتفقوا نهائيا ان اللاعبين هيتم يتحملوا شهر، والاداره هتستحمل يمكن هتحمل نفقات بقيه الشهر الثاني، هيصرفوا اللاعبين بشكل كامل، وده اعتقد شيء كويس وشيء مميز. اخر خبر معانا علشان هنختم. كاس مصر للسله بينطلق اليوم علشان كل الناس اللي بتتابع وكل الناس اللي بتنتظر السله. كده خلصت اخبارنا وكده خلص كلامنا وكده خلصت حلقتنا من مودرن نيوز. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا يا احمد. شكرا ليك يا ابراهيم، ونتمنى نكون اسعدنا حضراتكم وقدرنا نقدم كل الاخبار، وانتظرونا مع وجبه جديده ويوم جديد ومودرن نيوز.